دي البطاطس السوري اللي دايما اشتريها من بره باسعار مختلفه، مره ب23 ومره ب30 ومش عارفه ليه انا بشتريه اصلا، والمكونات بتاعته موجوده قدامي في المطبخ بتنادي عليا علشان اعمله في البيت. هنجيب نص كوبايه من النشا وكوبايتين من الميه ونقلبهم على البارد كده، نشيلهم على نار متوسطه لحد ما القوام يكون زي الجيلي زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها تبرد، بعد كده نحطها في الخلاط بعد ما تبرد تماما، وعليهم 4 حبات من الثوم الصغيرين او 3 كبار، معلقه صغيره من الملح، رشه بسيطه من ملح الليمون بديل عصير الليمون، وبياض بيضه، ممكن تستغنوا عن بيض البيضه بس بيأثر في الطعم، معلقه ونص من الخل، و6 معالق كبار كده من الزيت، ونخفقهم في الخلاط لحد ما القوام يكون ناعم وتقيل زي ما انتم شايفين. بنغطيها ونسيبها في التلاجة 10 دقايق كده على ما نحضر الصوصات. هنجيب التوميه اللي عملناها ونحط عليها كاتشب حار، وحطوا عليها كمان نص معلقه صغيره من توابل البطاطس او البابريكا، ممكن تستخدموا ده او ده. اشتريت كمان الخبز السوري من السوبر ماركت جاهز، ونبدأ نلف الساندوتش زي ما انتم شايفين كده، وممكن تحطوا رشه بسيطه من توابل البطاطس مع